أخوات الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في بيت الأمل، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. فيديو اليوم فيه تدبيرة للتخلص من الصراصير والنمل، وإن شاء الله ما تقزوش من هذا الفيديو. مشتركات طلبوا مني هذا الفيديو، وحتى واحدة من المشتركات قالت لي شيء مقزز جدا ومقرف جدا، حابة نتخلص منه. اكيد الصراصير حاجه مقززه، النمل ثاني نتقلقوا بزاف كي تكون موجوده في البيت. ما حبيتش ناجل هذا الفيديو لاني على بالي معظم العائلات راهم مع التنظيف الموسمي، وهذه اول خطوه للقضاء على الصراصير والنمل. في التنظيف الموسمي يكون عندنا تنظيف عميق، يعني كيما نقولوا من الفوق لتحت. هكذا راكي درتي اول خطوه. لما تغسلي من فوق لتحت راكي نحيتي حتى الاثار والبيوض تاع الصراصير ولا قرلو ولا كفار ولا كل واحد واش يسميه. اهم حاجه في التنظيف برك ان شاء الله تزيديها هي الخل الابيض. اي نوع خل، هذا تاع ذوق الليمون، مش يعني الاخرين اللي فيهم النكهات. هذا تضيفيه في الماء اللي راح تنظفي به، يعني كاس ماء تقريبا، ديري فيه نص كاس خل، وديري صابون سائل اللي تنظفي به الاواني. ديريهم في بخاخ، احسن في بخاخ باش تقدري توصلي حتى الاماكن اللي مرتفعه شويه، وتغسلي تغسلي المطبخ تاعك ولا حتى الحمام، لانه هو ثاني يجي في الحمام، يجي في لي اكرمكم الله. الخل المعقم راح يخلصك تماما من مشكل تاع البيوض تاع الصراصير. بعد هذه الخطوه لما تغسلي ثاني الادراج تاعك تاع المطبخ ولا حتى لي بلاكار تاوعك، غسليهم جيدا لانه يتكاثر فيهم الصراصير. استعملي طباشير كيجرى وقائي لداخل، هكذا ترسمي دايما خطوط البيبان تاع لي بلاكار وفي الادراج. نصيحه واحده اخرى، في الادراج تاعك ما تفرشيش الجورنال الجريده، الورق يتكاثر فيه الصراصير بزاف. ديري هذا اللي هو بلاستيك توال سيري، ولا هذا اللي هو يتباع بالرولو اونتي ديغابون، هذا موجود في اشكال وانواع والوان. هذا على الاقل تقدري تغسليه. وخطوه ولا نصيحه واحده اخرى، ما تحطيش الاواني تاعك قبل ما تقطر جيدا بالماء داخل الادراج ولا داخل لي بلاكا. هذاك الماء خاصه اذا كنتي دايره الورق راح يكون جو مناسب، يعني ملائم جدا للتكاثر تاع الصراصير والنمل. حاجه اخرى لمشكله النمل، هي ما تخليش الفتات تاع الماكله. كيما تعرفي لما يكونوا الاطفال ياكلوا ويدوروا راح تطيح الفتات، وهذاك هو ثاني بيئه ملائمه انتشر فيها النمل. ديري هذا الغبره هذه موجوده في المحلات، وخاصه يعني كيما نقولوا احنا الخليه اللي يكون فيها النمل هذيك، حاولي تغلقيها ونشري هذه الغبره في الاماكن اللي فيهم النمل. ولازم تنظفي دايما بالخل كما قلت لك، وما تخليش الفتات البقايا البيدون تاع القمامه لا بوبال اكرمكم الله. هذاك ثاني اذا ما نظفتيش جيدا راح يجيك منه النمل. وكذلك ما تنسيش المديريه والحوض الحمام، هذو اماكن يجي منهم يجي فيهم صراصير والنمل. لي تواليت ثاني اكرمكم الله، يعني تنشري هذه الغبره للصراصير. كاينه هذه، كاين هذاك لي سبراي كيما ديودورون، انا ما نحبش نستعملو، ينتشر في الجو بزاف وممكن حتى فيه مواد يعني شويه تاثر على التنفس. هذه الغبره بعد ما تنظفي جيدا كما قلت تحطيها في ليكوا، حطيها وراء الثلاجه تاعك، حطيها في الحمام تاعك في اماكن ماهيش قريبه هكذا. تحطيها في الليل تنوضي الصباح تلقاي صراصير ميته. نحي هذيك الصراصير وخلي لو برودوي تاعك يومين ولا ثلاثه، كل يوم تنحي صراصير وتخلي لو برودوي. ومن بعد تقدري حتى تعاودي تنظفي تنظيف، يعني تسيقي نورمال وتزيدي تعاودي ترجعي ديريه حتى تشوفي بشويه تدريجيا تشوفي بلي صراصير عندك في البيت نقصت. في كل مكان تشوفي فيه صراصير ديري هذا الغبره هذه، ما تسترخايش يعني ولا تقولي اني درت هنا ما نديرش لهيه. وهذه كما تعرفي ماهيش سامه، تقدري حتى ديريها فوق لو بلان دو طرافاي تاعك، هذا اذا كان عندك المشكل كبير.
انا هذه الطريقه استعملتها في مره، يعني كنت غبت على البيت مده طويله شويه، لما رجعت فعلا لقيت عندي هذا المشكل. هذا هو البرودوي الوحيد اللي استعملته بالطريقه هذه اللي قلت لك عليها. انا اول مره كنت ندير، ومن بعد الغدوه نسيق ونحي لو برودوي ونقول كيفاش راني انا ننظف وهو ينتشر، ومن بعد لا، البائع اللي في المحل هو اللي نصحني هذه النصيحة، وقال لي خليه، يعني ما تنحيش هذا لو برودوي في ساعة، خليه عدة أيام. وفعلا خليته وعطاني نتيجة هايلة. الحمد لله اليوم ما عنديش مشكل تاع صراصير إطلاقا. يعني هي قضية تاع يعني منين تقضي على البيوض تاعك، من بعد تبقاي برك محافظة على النظافة، وما تخليش كيما قلت لك الاشياء اللي ممكن تكاثر فيها الصراصير. نتمنى ان شاء الله هذه التدبيرات تكون نفعتكم. ان شاء الله تطبقيها وتعطيك نتيجة. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش جيم، اذا كنتي اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك في القناة باش توصلي بكل ما هو جديد. بارتاجي هذه الفكرة مع أصدقائك وأحبابك اللي ربما عندهم هذا المشكل. إن شاء الله ما تشوفوش عندكم حتى صراصير. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.